وقدم نماذج من البطولة ما لم تحويه صفحات تاريخ القرون الخمسة الأخيرة. ما رأيت صبرا يصبر على صبرهم، لا يطأطئون رؤوسهم إلا لرب الأرض والسماء، لا يملكون قوت يوم. عجوز معتز من قندهار يحدثونني عنها في الأسبوع الماضي أنها جاءت إلى المجاهدين وقالت إن ابني يتآمر عليكم مع الدولة، وقد ذهب إلى قندهار ليدل على معاقلكم وأماكنكم، فالحقوا به وأمسكوه. فأمسكوا به وجاءوا به، ثم أرسل أمه العجوز التي جبل قلبها حنانا على فلذات أكبادها. فقالوا هذا ابنك ماذا نصنع به؟ قالت قيدوا رجليه ويديه. فقيدوه. قالت ائتوني بسكين حاد، آتوها سكينا، ثم قالت له أتذكر يوم أن شتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامي؟ فها أنا أنتقم لرسول الله منك أيها الكافر. ثم ذبحته بيدها. لم أسمع في التاريخ أن امرأة ذبحت ابنها من أجل مبدئها. لقد سمعنا عن الصحابة أن رضوان الله عليهم أنهم قتلوا آباءهم، لكننا لم نسمع أن امرأة قتلت ابنها بيدها، بل ذبحته بالسكين. لم أسمع بهذا إلا في أفغانستان.